كوكو مي بوتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير، اموركم هانيه ولا باس. اليوم جيتكم بالوصفه تاع لاباطا فايتي، على بالي تعرفوها كامل، مي انا حبيت نجرب الوصفه تاع ام وليد الاخرى، العجينه السحريه اللي دارتها، ونعطيكم رايي فيها بكل صراحه. هي خدمت بنص كيلو تاع فرينه، مي انا حنخدم كيلو كامل. حطيت كيلو تاع فرينه، درت لهم غرفه تاع ملح، نخلطها، ونجيب هنايا فنجان غير ربع تاع الزيت، وربع فنجان هذاك تاع التايه ندير فيه خل. ندخل هذه الزيت والخل مليح في الفرينه، دوك تشوفوا زيما فوالا هكا نحكها باش يدخل مليح في الفرينه. بالنسبه لي ما تحبش تكيل بالفنجان هذاك الصغير تاع لاتاي، تقدري تكيلي بالمغرف، تقدري ديري 4 مغارف تاع خل و8 مغارف تاع زيت. فوالا شوفوا كيف راني ندخل مليح في الزيت هذاك في الفرينه، ومن بعد نجيب الماء عادي بارد من الحنفيه ونبدا نلمها. مي العجينه تاعي لازم تكون حاكمه روحها، ما تكونش طريه بزاف. لاباطا فايتي باش تنجح لكم فيها اسرار لازم تتبعوهم. واحد من الاسرار انك العجينه ديريها حاكمه روحها، ما ديريهاش طريه بزاف. الحاجه الثانيه، كي تعودي تطرحي في لاباطا فايتي تاعك ما تحرقيهاش، يعني ما تبقايش تكي عليها خلاص حتى تقتلي خلاص الفايطاج هذاك. هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه الطريقه تاع الطهي، لازمك قبل ما تحطيها طيب تكون درجه الحراره تاع الفرن تاعك عاليه خلاص. كي تحطي لاباطا فايتي تاعك وتشوفيها بدات تطلع، كي تطلع لك هذيك لاباطا فايتي تبداي تنقصي النار، تنقصي خلاص وتخليها طيب في غردها، وما تبقايش كل دقيقه تحلي عليها وتطلي، تحلي عليها وتطلي هكا كي تندبي لها. واللي تنجح لهم بيان 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 اللي عندهم المروحه في الكوزينيير تاعهم، في الفرن تاعهم. فوالا اللي ما عندهاش مروحه زي حالتي انا تطلع لها، مش ما تطلع لهاش مي ما تجيش هذاك الفيطاج كامل. فوالا البنات، هنا بعد ما ارتاحت لي العجينه 10 دقائق نجي نرش الفرينه في البلان دي طرافاي، ونرش عليها هي تاني الفرينه باش ما تلصقليش، ونبدا نحل فيها. هنا كي تحلوها البنات ماذا بكم تحلوها ترقوها لو ماكسيموم، ما ديريهاش خلاص رهيفه خلاص زي لاباطا فيلو، لا لا، رقيقه بصح مش لدرجه تولي شفافه. راكم فهمتوني؟ وماذا بك ديريها مستطيل الشكل باش ما تغبنكش من بعد كي تولي ترولي فيها. كملوا لا فيديو حتى للاخر، كل شيء راح نديرو معكم خطوه بخطوه. نفتح معكم هنا قوس صغير، جماعه اللي راكم تتفرجوا فيا وما كنتوش دايرين ابوني، ارواحوا اليوم نبرد قلبي فيكم. علاه يعني ندخل نلقى لي الله يبارك، يعني ما شاء الله اللهم زد وبارك في الصح، باش تخسروا ثانيه من وقتكم وديروا جام باش تدعموني، طلعوا لي المورال على الاقل. والو خاوتي ما كاين والو، لا جام لا ابوني لا كومونتير. ايا دخلي ديري لي جام وديري لي ابوني وديري لي خلي لي كومونتير شجعيني فيه، اللي يدير الخير يلقى الخير، هذه هي الدنيا البنات. فوالا نرجع للفيديو. هنا جبت الزبده تاعي، زبده صالحه المعروفه الغنيه عن التعريف. نحكم لها راب، نروح للجهه الرقيقه مش الجهه الكبيره، ونربيها فوق لاباط. ما تخليو حتى بلاصه فارغه، دوروا عليها كامل مستطيل كامل حتى الحراف هذوك ما تخليوهمش فارغين. فوالا هاني قاعده نعطيكم في جميع الاسرار، ماذا بيا سما لقطه ما تفوتكم، باش اللي تجربها مضمونه وناجحه الوصفه. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت الزبده هذيك كامله ربيتها، نجي نرولي. شوفوا الطريقه نروليها. فوالا نكملها حتى للاخر، ومن بعد نجي نقرصها البنات شغل هكا نحكمها باش ما تتحدليش. كما راكم تشوفوا نرش شويه تاع الفرينه ونجيبها نحطها ونبدا نحل فيها. واكبر غلطه يديروها المبتدئات هنا تحط القنط تاعها وتبدا تتكى، بعد هنا راحت فازدت الفايطاج كل فسد. لا لا ماش هكا اختي، غير بشويه تحطي القنوط تاعك وغير بشويه كما راكي تشوف، ما تتكايش غير بشويه، مشي العجينه والزبده تاعك مع بعضاهم. فوالا غير بالراحه حتى تخلصي واحد ما هو زاربك بشويه اختي. كي تتقني الحاجه تخرج هايله، ما تحبي ديري مشروع تحبي تبيعيها واحد ما يشكيلك منها، تسمى تمديها تبيعيها وراسك مرفوع. اتقنوا خدمتكم. انفضي بعد ما تخلصي، انفضي الفرينه تاعك وطبقيها كما راكي تشوفي على 3. فوالا ننفض الفرينه ونجي نطبقها المره الرابعه. فوالا خليها ترتاح 5 دقائق ولا ونرجع نكمل.
شوفوا زعما كي نشوفها ما حبش تمشي لي مش نحطوا التكاطول. شوفوا الطريقه هذه تساعدكم باش تمشي لكم الزبده مع العجينه، ما تقطع لكم، ما يفسد لكم الفيطاج، ما والو. سايسوا وتقنوا خدمتكم. هذه هي البنات. نكمل نحل العجينه تاعي كما قلت لكم في الاول، 1/2 سنتيم، ما نزيدش عليها وما نقصش عليها. نحلها على شكل مستطيل فوالا. وللمهتمات من هذا المنبر نقول لكم لاباطافيتي راح تكون متوفره، راني نخدم فيها لشهر رمضان المبارك. اللي حابه تكوموندي، اللي حابه نخدم لها، تقدر تتواصل معايا. نخلي لكم رابط الحساب الشخصي تاعي تاع الفيسبوك في اول كومونتير. مرحبا بالجميع اللي مهتمه. جست ولايه قسنطينه. فوالا، عاودت طبقتها نفس الطريقه الاولى، ثم التطبيقات هذوك نديروهم على خطرتين، المره الاولى والمره الثانيه، ولا باطافيتي تاعنا تكون جاهزه. نهبطها شويه هكا كما راكم تشوفوا باش نقدر نقسمها. هنا كيلو تاع فرينه ونص كيلو تاع زبده صالحه خرجت لي تقريبا 2 كيلو و100 غرام. شوفوا الفيطاج هنا راهو باين يشعل، راكم تشوفوا طبقات ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا البنات باش تحتفظوا بها لازم تغلفوها مليح بالبابي فيلم، ما تقشفوش في البابي فيلم، غلفوها مليح باش ما يقيسهاش الهواء، وتتخبى في الكونجيلاتور البنات. نعاود تتخبى في الكونجيلاتور مش في الفريجيدار من تحت. فوالا، انا حبيت نجرب حبيبات باك طيبتهم مالغري الكويزينيه تاعي ما فيهاش المروحه. وشوفوا النتيجه، يعني ما فيهاش المروحه. كون جات فيها المروحه راهي تنفخ اكثر على هك وتجي احسن من هك. وشوفوا النتيجه ما شاء الله، مقرمشه منفخه، طبقات باينين، الله يبارك، هايله. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. ومن هذا الباب نقول ام والدي يعطيك الصحه على الوصفه، ما شاء الله ناجحه 100%. واللي حابه تجربها وما تندمش عليها، واللي حابه تكوموندي مرحبا بها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع صحاباتكم وديروا لي ابوني وجيم وكومونتير فضلا وليس امرا. بكم استمر وبكم تنجح القناه. شكرا للجميع وسلام.